الدولار بيتوحش والجنيه في مأزق، وسنة 2025 هتكون صعبة جدا على جيوب المصريين. توقعات خطيرة جدا من البنوك ووكالات الائتمان العالمية للاقتصاد المصري السنة الجاية. قفزات جديدة هتحصل للدولار اللي هيعدي ال 55 جنيه وممكن يوصل كمان لل 60، ده بالإضافة لانهيار القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع تكاليف المعيشة. لكن بالرغم من كل ده واضح ان المستثمرين متحمسين للاستثمار في الاقتصاد المصري. فيا ترى ايه اللي هيحصل في سنة 2025؟ وهل فعلا الاقتصاد المصري ممكن تحصل فيه انفراجة قريبة، ولا الجاي هيكون أصعب من اللي راح؟ وايه تفاصيل زيادة الدولار المتوقعة الفترة اللي جاية، وازاي العملة الواحدة من البيتكوين ممكن توصل لملايين الدولارات؟ كل الكلام ده هندردش فيه سوا النهاردة. انا محمد البحراوي، وتعالى نشوف الرابط. النهارده معانا اخبار جديده ومهمه جدا بخصوص الدولار وتوقعات البنوك العالميه للاقتصاد المصري. وكاله فيتش للتصنيف الائتماني نشرت تقرير بتقول فيه انها تستبعد ان الدولار يزيد عن ال 50 جنيه في الفتره الحاليه، وبررت كلامها ده بان المستثمرين لسه عندهم ثقه في السوق المصري، وبالتالي في دولارات هتخش السوق المصري الفتره اللي جايه. الاستثمار اللي تقصده فيتش هنا هو حاجه اتكلمنا عنها قبل كده، وهي الاموال الساخنه او الاستثمار غير المباشر. وده ببساطه ان رؤوس الاموال الاجنبيه بتلاقي عندك معدل فايدة عالي جدا، بيكون أعلى من البلد بتاعتها، فبتيجي تحط فلوسها عندك علشان تستفيد من فروق الفايدة. طبعا مصر رفعت أسعار الفايدة على أذون الخزانة ووصلتها ل 30%، والكلام ده دخل لمصر 35 مليار دولار على شكل أموال ساخنة من مارس اللي فات لحد ديسمبر. ولو خدت بالك هتلاقي إن الفترة دي سعر الصرف كان ثابت فيها وما اتحركش كتير، بس طبعا الكلام ده ما عجبش البنك الدولي وطلب مننا تحرير سعر الصرف. وبعد المراجعة الأخيرة خرج رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وقال إننا معومين الجنيه، وممكن إن هو يطلع أو ينزل الفترة اللي جاية في حدود ال 5%. وعموما الأموال الساخنة عبارة عن حل مؤقت، وبتعمل تقلبات عنيفة جدا في السوق لما بتخرج منه، ومش بتقدر إنها تعالج الأسباب الجذرية لمشاكل زي ضعف الإنتاجية مثلا. وعشان الإنتاجية في مصر ضعيفة، فالحكومة بتحاول تحافظ على الأموال الساخنة الفترة دي بشكل كبير جدا. فالحكومة الفترة اللي فاتت اتبعت سياسة في الاقتصاد اسمها سياسة التعقيم علشان تقدر ان هي تحافظ على الاموال الساخنة. وببساطة هي عبارة عن رفع لقيمة الدولار لمنع خروج الاموال الساخنة بره البلد. ومصر كان عندها معادين لسداد الاموال الساخنة، واحد في ديسمبر الحالي والتاني في مارس، فتقدر تتوقع ارتفاع الدولار قصاد الجنيه لحد مارس الجاي، وده هيكون في الحد الاقصى اللي حددته الدوله اللي هو 5%. بالاضافه لكده مصر مطالبه بانها تسدد حوالي 22 مليار دولار في 2025 اقساط وفوائد ديون، منهم 13.8 مليار في النص الاول من السنه. ولو ضفت على الكلام ده كله بقى انخفاض قيمه ودائع الدول العربيه من 15 مليار دولار ل 9.3 مليار، فهتلاقي ان في ضغط شديد جدا على الجنيه في الفتره اللي جايه. هتقولي ايوه، يعني ممكن الدولار يوصل لكام بسبب الضغط ده؟ هنا خليني اقول لك، بنك النقد الدولي نشر توقعات لسعر الدولار قصاد الجنيه الكام سنه الجايين، وقال ان في سنه 2025 الدولار هيوصل ل 56 جنيه و26 قرش، وهيرتفع تاني في 26 وهيوصل ل 58 جنيه و39 قرش. اما بقى في 2027 فهيزيد حوالي جنيه بس عن السنه اللي قبلها عشان يوصل او يستقر عند 59 جنيه و67 قرش، وده هيكون لحد سنه 29، وده حسب صحيفه الاندبندنت. لكن الخبر الكويس في كل ده وبحسب تقرير لشركه ماستر كارد ان نمو الاقتصاد المصري هيزيد ل 4%، يعني هيكون اعلى من المعدل العالمي اللي هو 3.2%. وكمان التضخم في مصر هينزل من 24% ل 19.3%، وخصوصا مع انخفاض التضخم العالمي بنسبة 3.2%. ده بالإضافة لأسباب تانية تخص الاقتصاد المصري، وأهمها تباطؤ نمو الأجور وكمان تغيير النمط الاستهلاكي. طيب يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني حضرتك مرتبك قليل والأسعار عالية جدا عليك، فأنت هنا لا إراديا كده بتقلل استهلاكك وهترتب أولوياتك الاستهلاكية وتبدأ تشتري أساسيات أكتر بدل الرفاهيات. وطبعا لما الاستهلاك يقل التضخم بيقل. وهنا طبعا مستحيل نكون بنتكلم عن التوقعات الاقتصادية لسنة 2025 ومنتكلمش عن أكتر موضوع شاغل المستثمرين في 2024، وهو البيتكوين. الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الشهير روبرت كيوساكي
كيوساكي ومؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير فجر مفاجأة كبيرة جدا، وتوقع وصول البيتكوين في 2025 ل 350 ألف دولار أمريكي، ونصح الناس إنهم يزودوا استثماراتهم في البيتكوين السنة اللي جاية. روبرت كيوساكي قال بمنتهى الوضوح للمستثمرين اللي عايز يكون مليونير الموضوع بسيط جدا، الفترة اللي جاية استثمر في العملات المشفرة وعلى رأسهم طبعا البيتكوين. هتقول لي ثانية بس، هو استثمار جميل وكل حاجة بس مش لدرجة مليونير يعني. أقول لك أنت هنا غلطان. عندك مثلا مايكل سيلر الرئيس التنفيذي لشركة مايكرو استراتيجي لتحليل البيانات، توقع ان البيتكوين خلال ال 20 سنة الجايين سعره هيعدي ال 13 مليون دولار. فانت متخيل؟ بس خلي بالك ان قصاد موجة التفاؤل دي في خبر تاني ممكن يقلقك شوية لو انت ناوي تستثمر في البيتكوين. مجلة فوربس نشرت مقال امبارح بتقول فيه ان شركة بلاك روك بتأكد ان سعر البيتكوين ده ممكن يتقلب في اي لحظة، زي ما انخفض فعلا امبارح وخسر حوالي 5% من قيمته، وده بعد تصريحات جيروم باور رئيس الفيدرالي الامريكي واللي قال فيها ان خفض الفايدة في 2025 ممكن يكون بوتيرة أبطأ أو أقل. بلاك روك كمان بتقول إن البيتكوين ده عامل زي القنبلة واللي ممكن تنفجر في وشك لو ما خدتش بالك. طيب هو ليه بلاك روك بتقول الكلام ده وإيه صفتها أصلا عشان فوربس تنقل عنها كلام خطير زي ده؟ هنا خليني أقول لك إن شركة بلاك روك دي هي أكبر شركة لإدارة الأموال والأصول في العالم، لدرجة إنها بتوصف بإنها الشركة اللي بتدير الاقتصاد العالمي. شركة بلاك روك دي بقى نشرت مقطع دعائي للبيتكوين بتتكلم فيه عن مميزات العملة الرقمية، وقالت ان من اهم مميزات العملة دي ان المعروض منها ثابت، يعني العالم كله فيه 21 مليون بيتكوين بس ومش بيزيدوا. لكن في اخر المقطع الدعائي قالوا في فكرة بس صغيرة، وهي ان المعروض ثابت دي مش مضمونة، ومفيش اي حد يقدر يقول ان المعروض ده هيفضل ثابت، واعتبروا الكلام ده خطير جدا وبيضر بسمعة البيتكوين. وده بحسب كلام فوربس، لان الناس بتقارن البيتكوين بالذهب كاصل رقمي نادر، لان المعروض منه ثابت عكس العملات الورقية، وبالتالي فزيادة المعروض دي ممكن تخسف بسعر البيتكوين الارض. وده بالمناسبة نفس اللي قاله جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان. وعشان كده لو انت ناوي انك تستثمر في البيتكوين لازم تتابع السوق ده بحذر شديد جدا. كمان بما اننا بنتكلم عن الاقتصاد، ففي خبر الحقيقة ما نقدرش ان احنا نتجاوزه، وهو ان في يوتيوبر اجنبي اجر الاهرامات لمدة 100 ساعة. اليوتيوبر ده يا سيدي هو مستر بيست، وده اكبر يوتيوبر في العالم، وقناته الرئيسية عليها 337 مليون مشترك. يعني تقدر تقول ان الفيديو اللي هيعمله في الاهرامات ده ممكن يبقى اهم فيديو ترويجي في تاريخنا. ولو انت متابعه فهتلاقيه ان هو اجر قبل كده برج ايفل لمدة يوم وصور فيه فيديو حقق اكتر من 300 مليون مشاهدة. فانت متخيل الرقم؟ وبرغم من كده فالموضوع مش تأجير زي ما انت فاهم، كل ما في الامر هو ان الراجل حصل على التصريح بالتصوير داخل الاهرامات، وده بحسب كلام الدكتور زاهي حواس. طيب هل الموضوع ده ببلاش؟ اكيد لا. فبحسب صحيفة المصري اليوم مستر بيست دفع حوالي 20 مليون جنيه علشان يحصل او ياخد التصريح ده بالتصوير داخل الاهرامات. يعني انت بتتكلم عن مكسب من كل النواحي. وفي النهاية بقى انت شايف الاقتصاد بتاع مصر رايح على فين؟ وتفتكر البيتكوين فعلا ممكن يوصل ل 13 مليون خلال السنين اللي جايه؟ شاركونا برأيكم في التعليقات وما تنسوش اللايك، وكالعادة شيروا الرابط.